الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل أيها الأحباب الكرام سرد كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. قال رحمه الله: وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الحافظ شيخ الإسلام بقي بن مخلد القرطبي المتقدم ذكره: وقد طوف الشرق والغرب على قدميه. قال الذهبي: قال أبو الوليد الفرضي: كان بقي يقول: إني لأعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم، ليس له عيش إلا ورق القرنب الذي يرمى. وقال العلامة ياقوت الحموي في معجم الأدباء في ترجمة بقي بن مخلد الأندلسي أيضا المتقدم ذكره: إنه قال يوما لطلبته: أنتم تطلبون العلم؟ وهكذا يطلب العلم؟ إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شغل يقول: أمضي أسمع العلم. إني لأعرف رجلا، يعني نفسه، إني لأعرف رجلا تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم لا يكون له عيش إلا من ورق الكرنب الذي يلقيه الناس. وإني لأعرف رجلا باع سراويله غير مرة في شراء كاغد حتى يسوق الله إليه من حيث يخلفها حتى يسوق الله إليه من حيث يخلفها. وقال الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة أبيه الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المتقدم ذكره: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و200 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة. ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع. وجاء في تاريخ بغداد للخطيب وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي المولود سنة 2 و200 والمتوفى سنة 94 و200 رحمه الله تعالى. قال محمد بن نصر: أقمت بمصر كذا كذا سنة، فكان قوتي وثيابي وكاغدي، أي ورقي وحبري، وجميع ما أنفقته في السنة 20 درهما. وساق الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن جرير الطبري، والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة محمد بن هارون الروياني، وتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة محمد بن نصر المروزي وغيرهم حكاية إملاق المحمدين بمصر. قال أبو العباس البكري: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر في حدود سنة 56 و200، فأرملوا وافتقروا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه يكتبون فيه الحديث الشريف، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا بالقرعة أو يضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة، أي صلاة الاستخارة. فاندفع في الصلاة، فإذا هم بالشموع وخصي من قبل والي مصر أحمد بن طولون يدق عليهم الباب، ففتحوا الباب، فنزل من دابته فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا، وأشاروا إليه، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو هذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو هذا يصلي. فلما فرغ من صلاته دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقيل: هو هذا، فدفع إليه مثلها، ثم قال: إن الأمير كان قائلا أمس أو بالأمس، كان نائما الظهيرة يعني القيلولة، فرأى في المنام خيالا أو طيفا يقول له: إن المحامد طووا كشحهم جياعا
المحامد هذا اسمه محمد، كون اسمه محمد. إن المحامد، ذكر، إن المحامد طووا كشحهم جياعا فأنفذ إليكم هذه السرر، وهو يقسم عليكم إذا نفدت أن تبعثوا إليه ليزيدكم. وجاء في تاريخ بغداد للخطيب وسير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر الشافعي الزاهد المولود سنة 201 والمتوفى سنة 95 و200 رحمه الله تعالى ما يلي. كتب الحديث 29 سنة، وتفقه بأصحاب الشافعي، وسكن بغداد وحدث بها، وحدث عنه أحمد بن كامل وابن قانع وابو بكر بن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وابو القاسم الطبراني وعدة. قال الدارقطني ثقة مأمون ناسك. وقال أحمد بن كامل لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللا. لم يكن للشافعي بالعراق أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللا في المطعم، على حال عظيمة من الفقر والصبر على الفقر. قال إبراهيم بن السريس الزجاج إنه كان يجرى على أبي جعفر في الشهر 4 دراهم يتقوت بها، وكان لا يسأل أحدا شيئا. وقال محمد بن موسى بن حماد البربري أخبرني أنه تقوت في 27 يوما ب5 حبات. قلت له وكيف عملت؟ فقال لم يكن عندي غيرها، فاشتريت بها لفتا، وكنت آكل كل يوم واحدة. وتوفي عن 94 سنة رحمة الله عليهم أجمعين. وقال العلامة أبو زيد الدباغ في معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن القصري نسبة إلى قصر الأغلب على ميلين من جنوب القيروان المتوفى سنة 21 و300 رحمه الله تعالى. كان فقيها صالحا ورعا سريع الدمعة، له عناية بالعلم والروايات وتصحيح الكتب وجمعها. وكان يقول لي 40 سنة ما جف لي قلم، يعني من كثرة ما ينسخ بالليل والنهار. وكان ربما باع بعض ثيابه واشترى بثمنه كتابا أو رقوقا لنسخ كتاب. قال أبو بكر المالكي وصل إلى مدينة سوسة برسم زيارة يحيى بن عمر، فوجده ألف كتابا فلم يجد ما يشتري به رقا يكتبه فيه، فباع قميصه الذي كان عليه واشترى بثمنه رقوقا، وكتب الكتاب وقابله وأتى به معه القيروان. وجاء في المنتظم لابن الجوزي وتذكرة الحفاظ في ترجمة ابن زياد الشافعي الحافظ المجود العلامة أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري الفقيه الشافعي صاحب التصانيف من أهل نيسابور. ولد سنة 38 و200 ومات سنة 24 و300 رحمه الله تعالى. ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر، وسكن بغداد وحدث بها، واجتمع له العلم بالفقه والحديث، وكان ثقة صالحا. قال الحاكم كان إمام عصره من الشافعية بالعراق ومن أحفظ الناس الفقهية واختلاف الصحابة. وقال الدارقطني لم نر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتن. ولما قعد للتحديث قالوا حدث، قال بل سلوا أنتم. فسئل عن أحاديث فأجاب فيها وأملها. قال أبو عبد الله بن بطة كنا نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري لنسمع منه الزيادات، وكان يحذر أن في المجلس 30,000 محبرة، ومضى على هذا مدة يسيرة. ثم حضرنا مجلس أبي بكر النجاد، وكان يحذر أن في مجلسه 10,000 محبرة، فتعجب الناس من ذلك وقالوا في هذه المدة ذهب ثلثاء الناس. قال يوسف بن عمر القواس سمعت أبا بكر النيسابوري يقول تعرف من أقام 40 سنة لم ينم الليل إلا جاثيا، ويتقوت كل يوم ب5 حبات، ويصلي صلاة الغداة على طهارة العشاء الآخرة. ثم قال أنا هو، وهذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحمن. إيش أقول لمن زوجني؟ ثم قال ما أرضى إلا الخير. إيش أقول لمن زوجني؟ هيك تقرأ إيش أقول لمن زوجني؟ ثم قال ما أراد إلا الخير. مات سنة 24 و300 رحمه الله تعالى. وجاء في الوافي بالوفيات لمؤرخ الأديب صلاح الدين الصفدي في ترجمة فيلسوف الإسلام أبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن طرخان الحكيم العلامة النادر المثال المولود في فاراب قرب تخوم الصين سنة 60 و200 والمتوفى بدمشق سنة 39 و300 رحمه الله تعالى.
كان أزهد الناس في الدنيا، وأجرى عليه سيف الدولة في كل يوم 4 دراهم، وتوجه من دمشق إلى مصر ثم عاد إليها. وقيل إنه لما عاد من حران أقام ببغداد وأكب على مصنفات أرسطو حتى مهر وأتقن الحكمة. يقال إن نسخة وجدت لكتاب النفس لأرسطو وعليها بخط أبي نصر الفارابي. قرأت هذا الكتاب 200 مرة. وكان يقول: قرأت السماع الطبيعي لأرسطو 40 مرة وأنا محتاج إلى معاودته. وكان يحسن اليونانية وكثيرا من اللغات وغيرها. وقال عن نفسه: أحسن أكثر من 70 لسانا. وسئل: أأنت أعلم بهذا اللسان أم أرسطو؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته. وقال ابن سينا: سافرت في طلب الشيخ أبي نصر الفارابي وما وجدته وليتني وجدته، فكانت حصلت إفادة. وقال ابن سينا أيضا: قرأت كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو فما كنت أفهم ما فيه، والتبس علي غرض واضعه حتى قرأته 40 مرة وصار محفوظا، وأيست من فهمه وقلت لا سبيل إلى فهمه. فبينما أنا يوما بعد صلاة العصر في الوراقين، وإذا بدلال ينادي على مجلد فعرضه علي فرددته رد متبرم به، معتقدا أن هذا العلم لا فائدة فيه. فقال: اشتريه فإني أبيعك إياه ب3 دراهم. فاشتريته، فإذا هو من تصانيف أبي نصر الفارابي في أغراض ذلك الكتاب. ذلك الكتاب ما فهموا شيء. فرجعت إلى بيتي وأسرعت قراءته، فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك الكتاب وفهمته، وفرحت فرحا شديدا، وتصدقت ثاني يوم على الفقراء بشيء كثير. وجاء في وفيات أن الحواشي اللي كاينين في الكتاب رائعة، لكن الوقت لا يسمح. يعني ذكرت في البداية أني لن أقرأ الحواشي، وهي حواشي رائعة جدا. أنصح الإخوة بقراءتها إن شاء الله مع الكتاب. والكتاب وضعت لكم الرابط في الستاتيو. وجاء في وفاة الأعاني لابن خلكان في ترجمة العالم الأديب والشاعر الكاتب الأديب والوزير الحازم الجواد الحسن بن محمد الأزدي المهلبي البصري المشهور بالوزير المهلبي، المولود سنة 91 و200 والمتوفى سنة 52 و30 رحمه الله تعالى. كان وزيرا لمعز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه، وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به، وكان غاية في الأدب والمحبة الأهلية. وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة عظيمة من الضرورة والضائقة، وكان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه، فقال ارتجالا: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه. إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. وكان معه رفيق يقال له عبد الله الصوفي، وقيل أبو الحسن العسقلاني، فلما سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحما وطبخه وأطعمه وتفارقا. وتنقلت بالمهلبي الأحوال، وتولى الوزارة ببغداد لمعز الدولة. وضاقت الأحوال برفيقه الذي اشترى له اللحم في السفر، وبلغه وزارة المهلبي فقصده وكتب إليه: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه. أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه. فلما وقف الوزير على رقعته تذكره، وهزته أريحية الكرم، فأمر له في الحال ب700 درهم، ووقع في رقعته: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم دعا به فخلع عليه وقلده عملا يرتفق به. ولما ولي المهلبي الوزارة بعد تلك الإضاقة عمل الأبيات التالية: رق الزمان لفاقتي ورثى لطول تحرقي، فأنالني ما أرتجيه وحاد عما أتقي، فلأصفحن عما أتاه من الذنوب السبق، حتى جنايته بما صنع المشيب بمفرق. ومن المنسوب إليه في وقت الإضاقة من الشعر ما كتبه إلى بعض الرؤساء، وقيل إنهما لأبي نواس: ولو أني استزدتك فوق ما بي من البلوى لأعوزك المزيد.
لو عرضت على الموتى حياة بعيش مثل عيشي لم يريدوا. وجاء في نزهة الألباء للأنبار وإنباه الرواة للقفط والوفيات لابن خلكان في ترجمة الإمام أبي سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله القاضي النحوي البغدادي الفارسي الأصل جامع العلوم والفنون المولود سنة 84 و200 والمتوفى سنة 68 و300 رحمه الله تعالى. ولد في سيرافة من بلاد فارس وبها بدأ بطلب العلم، ثم دخل بغداد وأخذ عن كبار شيوخها، ثم ولي القضاء على جانبيها، وكان يدرس القرآن والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والكلام والشعر والعروض والقوافية والحساب وعلوما سوى هذه، وكان من أعلم الناس بنحو البصريين، وينتحل في الفقه مذهب أبي حنيفة. قرأ في بغداد على أبي بكر بن مجاهد شيخ العلماء بالقراءة في عصره، قرأ عليه القرآن، وعلى أبي بكر بن دريد شيخ اللغة في عصره، درس عليه اللغة ودرس هما عليه النحو. وقرأ على أبي بكر بن السراج وعلى أبي بكر مبرمان البغداديين النحو، وقرأ أحدهما عليه القراءات ودرس الآخر عليه الحساب. وصنف التصانيف الكثيرة أكبرها شرح كتاب سيبويه، ولم يشرح أحد كتاب سيبويه أحسن منه، ولو لم يكن له غيره لكفاه فضلا. وشرح المقصورة الدريدية، وله كتاب ألفات الوصل والقطع في 300 ورقة، وكتاب أخبار النحويين البصريين، وكتاب الوقف والابتداء، وكتاب صناعة الشعر والبلاغة، وكتاب جزيرة العرب وغيرها. وكان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده، ولا يخرج من بيته إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بعد أن ينسخ 10 ورقات ويأخذ أجرها 10 دراهم تكون قدر مؤونته. وكان حسن الخط ثم يخرج إلى مجلسه، وكان نزيها عفيفا جميل الطريقة حسن الأخلاق رحمه الله تعالى. قال القفطي: وقد ذكرت أخباره هنا مختصرة، وأفردت لها مصنفا سميته المفيد في أخبار أبي سعيد، وهو كتاب ممتع. نتوقف هنا إن شاء الله عز وجل، ونتكلم في المقطع اللاحق بإذن الله عن تراجم العلماء الآخرين في صبرهم وبذلهم واجتهادهم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.